السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصتنا اليوم حصلت في سلطنة عمان الحبيبة. حب كبير للسلطنة وللمتابعين فيها ولجميع المتابعين في الوطن العربي. القصة حصلت عام 2021 لشاب عماني اسمه ناصر، وعمره 35 سنة، يشتغل مهندس في شركة مقاولات. ناصر هذا مو متزوج ولا سبق له إنه كلم بنت أبدا. وفي يوم من أيام مطلع 2021 يجيه اتصال بنت تقول: ألو، السلام عليكم، كيف حالك؟ معي منير. ويقول ناصر: لا، مو رقم منير. أها، طيب الظاهر غلطت بالرقم، آسفة، مع السلامة. ناصر أول مرة يسمع صوت بنت رقيق كذا ويرجع يتصل عليها: أنتي تبغين منير؟ منو؟ الله يا أخوي، كنت غلطانة، ليش ترجع تتصل؟ ناصر: عادي أتصل لو أقدر أخدمك بشي. لا لا، ما يحتاج، والله عادي، آمري. ترى أول مرة بحياتي أسمع صوت بنت مثل صوتك. أها، إيش بو صوتي؟ هكذا يدخل القلب، بسم الله، على طول القلب. أيوة، إيش اسمك؟ ليالي اسمي. وأنت؟ أنا اسمي ناصر. وابتدت قصة ناصر وليالي، مكالمات وتعرفوا على بعض. وتعرفون الرجال، يعني خاصة لو ما ليه في العلاقات ولا له في البنات. وكمان ثلاثيني، فأول بنت تكون حب وفعلا حبها وبدأ يلمح لها بموضوع الزواج. قالت له: زواج وانت حتى ما تعرفني ولا تعرف وجهي؟ زواج إيش وأنت حتى ما تعرفني ولا تعرف وجهي؟ يا ليالي، ترى يكفيني صوتك الدافي وتقول له: ترى أنا يمنية وعايشة هنا في السلطنة عند أختي، وأروح اليمن أقعد شهرين وأرجع هنا وزي كذا. خاصة إنه صار لي 8 شهور ما رحت عند أهلي، كمان شهر وبروح اليمن. ويقول لها: ارسلي لي صورة أشوفك. قالت: اعطيني وعد إنك تمسحها، ولا أقول لك برسل لك سنابة، وسنابة تلحق سنابة، وصور، ثم فيديوهات، وهو يرسل لها صورة، وتبادل حب وحركات كثيرة. وجاء موعد السفر لليمن، ويقول لها: ليالي، بكون متواصل معاكي، أنا أصلا ما أقدر أعيش بدونك، المهم. وتروح اليمن وتختفي أسبوع، ويجيه اتصال: ألو، ألو، أنت ناصر؟ إي نعم ناصر، تفضل، أنا أخو ليالي، يا قليل الحياة يا وسخ. صور وفيديوهات ليالي. الآن ليالي مكسرة في المستشفى، وأنت في عمان، وعمان قريبة علي وراح أقتلك. صلي على النبي يا رجال، أنا قصدي شريف، وراح أتزوجها وأبغاها في الحلال وما ألعب عليها. وأبشروا باللي يرضيكم، اللي يرضينا موتك يا كلب يا. ويقفل الخط. طبعا ارتعب ناصر وجت له أم الركب: يا ويل حالي، إيش هذا؟ ويفكر في ليالي المسكينة وحالته حالة. وتمر ليلتين، ويتصل على ناصر واحد ثاني يقول له: أنت ناصر؟ يقول له: أيوة. يقول: أنا أخو ليالي الثاني، أخي اللي اتصل فيك هو اللي كسرها وأعطى لها كام طعنة، وليالي الحين في المستشفى وإحنا على قد حالنا، ما في
غيرك راح يتحمل مصاريف علاجها، وبعد ما تتعافى نشوف إيش نسوي. برسلك فواتير المستشفى وإنت حول الفلوس نسددها. ويقول له حاضر. أول شيء ابتدأ العلاج ب1000 ريال عماني، ما يعادل ب10,000 ريال سعودي. ويقول له بعطيك اسم واحد عندك في عمان، روح قل له أنا ناصر واعطيه الفلوس وهو بيحولها لليمن بمعرفته. وفواتير وفواتير، وناصر يدفع ويدفع. وبعد أسبوعين تتوفى ليالي المسكينة في المستشفى، ويدقون على ناصر: أنت مقتول مقتول، مثل ما بنتنا راحت بسببك أنت لازم تروح. والمشكلة كبرت، الحين وصلت للسفارة العمانية في عدن، ويتصل عليه واحد من السفارة العمانية يقول له أنت ناصر فلان الفلاني؟ قال نعم، وأنت كنت على علاقة مع واحدة اسمها ليالي وأخوها قتلها، والآن عليك قضية وراح توصل إلى القنصلية، ومن القنصلية على وزارة الخارجية. هل تبغى المشكلة تكبر كذا أو أحلها لك من هنا؟ ويقول ناصر تكفى المهم. واللي في القنصلية يرسل لناصر هويته حقه بصفته القنصلية وكذا، ويتفق مع أهل ليالي على مبلغ 6000 ريال عماني، ما تعادل 60,000 ريال سعودي. ويقول له والله ما عندي. قال براحتك. ويرجع ناصر المسكين يبيع سيارته ويتسلف ويتكلف ويوفر المبلغ ويبعثوا لهم. وتمر شهرين ويرجع يتصل واحد على ناصر: ألو ألو، أنا عم ليالي الله يرحمها، الآن بنتنا ماتت وابننا في السجن عشان قتلها، وأخوها عنده عيال، مين بيصرف عليهم؟ وإحنا مقهورين على بنتنا، راحت في عمر الزهور ونبغى نبني لها مسجد. الآن عليك مصاريف عيال الأخ وحق المسجد. ويقول له ناصر ما عاد عندي شيء، حتى سيارتي بعتها. يقول له بتدفع غصبا عليك، ولا السلطنة قريبة نراقبك ونقتلك كأن احنا قتلنا كلب في الشارع. والمسكين يموت من الخوف وما عاد يلاقي أي حلول. ويرجع يروح يكلم أهله وعيال عمه ويحكي لهم اللي صاير معاه. واحد من أهل ناصر يقول له شكلهم يقصون ويلعبون عليك وانت مصدق، وإيش دخل السفارة بالموضوع؟ هيا نروح نشتكي عليهم، انت ما سويت شيء، واللي بينك وبين هالبنت واضح رسائل وكذا. المهم ويروحون ويبلغون في بداية التحقيق ويسألون ناصر فين أرسلت الفلوس؟ قال واحد هنا في عمان اسمه فاضل. ويجيبون فاضل، قال أبدا والله، واحد من جماعتنا كل فترة يقول لي في واحد اسمه ناصر يجيب لك فلوس وأنت خذها منه واعطينا، وهو هنا في عمان. نعم نعم، هنا في عمان. أهلا وسهلا، إيه نعم في عمان. ويستدعون هذا الشخص، وتطلع القصة كلها أفلام على ناصر، ولا في ليالي ولا شيء من الأساس. هم عددهم 4 يمنيين يشتغلون عمال ديكور، ويعرفون المهندس ناصر ومن بداية القصة وهم راسمين عليه. والصور والفيديوهات لحبيبة واحد من ال4، والصوت برضو واحد منهم يعرف يقلد صوت بنت. مجموع المبالغ التي أرسلها 150,000 ريال سعودي. وما زالت القضية في المحكمة إلى اليوم ولم يتم الحكم النهائي فيها. وانتهت القصة، وأتمنى أن تنال إعجابكم وخيرها في غيرها. وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وتحياتي.